دايما بنسأل نفسنا إزاي موديلات زي جي بي تي بتفهم كلامنا وتقدر تكتب شعر وقصص. السر كله مش سحر ولا حاجة، السر كله رياضيات، وبالتحديد مفهوم اسمه embeddings. دي الطريقة اللي بنترجم بيها عالم الكلمات المعقد بتاعنا لعالم الأرقام اللي الكمبيوتر بيفهمه. في الشرح ده هنفك مع بعض شفرة الامبيدنجز، القلب النابض اللي بيشغل أذكى موديلات الذكاء الاصطناعي. طيب خلينا نبدأ بالسؤال الأهم. إزاي آلة يعني كيان كله أصفار وحايد تقدر تفهم الفروق الدقيقة في لغة البشر؟ الكمبيوتر مش فاهم يعني إيه حب أو ذكاء اصطناعي، هو آخره يفهم أرقامه بس. فمهمتنا هي إننا نبني الجسر ده اللي بيوصل بين عالم الكلمات وعالم الأرقام. أول خطوة في الرحلة دي هي التوكنايزيشن. ببساطة شديدة إحنا بنمسك أي جملة ونكسرها لوحدات أصغر اسمها توكنز، وبعدين ندي لكل واحدة منهم رقم ID خاص بيها من القاموس. فجملة زي I love AI بتتحول لمجرد لستة أرقام زي ما شايفين. بس خدوا بالكم من نقطة مهمة جدا، الأرقام دي مجرد عناوين زي أرقام الصفحات في فهرس كتاب، هي في حد ذاتها مش بتحمل أي معنى ولا بتقول أي حاجة عن علاقة الكلمات دي ببعض. رحلتنا النهاردة هتمشي إزاي؟ هنبدأ من تحويل الكلمات لأرقام، ونعدي على مشكلة كانت كارثية اسمها one hot encoding، وبعدين نوصل للحل السحري الembeddings، ونشوف إزاي بتشتغل جوه موديلات عملاقة زي جي بي تي ولاما، وفي الآخر هنلخص كل ده. يلا بينا. تمام، بما إن بقى عندنا ايديز للكلمات، أول محاولة عشان نمثلها رياضياً كانت طريقة اسمها one hot encoding. الفكرة للوهلة الأولى تبان بسيطة، لكن في الواقع كانت كارثة بكل المقاييس، خصوصاً من ناحية الكفاءة. تخيلوا معايا إن القاموس بتاعنا فيه 50,000 كلمة. عشان نمثل كلمة واحدة بس، طريقة الوان هوت دي بتحتاج فيكتور طوله 50,000، يعني لستة فيها 49,999 صفر ورقم واحد بس في مكان الكلمة دي. ده حجمه ضخم جدا وغير فعال بالمرة، والأسوأ إنه بيضيع أي علاقة بين الكلمات. في المقابل بقى الدنس امبيدنج بيمثل نفس الكلمة في فيكتور أصغر بكتير، يمكن 768 بس، وكل رقم جواه مش مجرد صفر أو واحد، لأ، ده رقم عشري بيحمل جزء من معنى الكلمة، كأنه جين في الحمض النووي بتاعها. وعشان نتخلص من كارثة الفيكتورز الضخمة والفاضية دي، عالم الذكاء الاصطناعي وصل لحل عبقري وأنيق جدا، وهو الامبيدنجز. الإمبادينج هو إيه؟ هو فيكتور، يعني لستة من الأرقام العشرية. بس السحر كله إن الأرقام دي مش عشوائية أبداً، هي مصممة ومحسوبة عشان تحمل معنى الكلمة. ممكن نتخيل إن كل رقم في الفيكتور ده هو إجابة على سؤال معين عن الكلمة، زي مثلاً هل هي كائن حي؟ هل هي فعل؟ هل هي مفهوم مجرد؟ مجموع الإجابات دي هو اللي بيحدد مكان الكلمة في فضاء المعاني الكبير ده. طيب سؤال مهم، الفيكتورز دي بتيجي منين؟ بتيجي من حاجة اسمها الامبيدنج ماتريكس. نقدر نعتبر الماتريكس دي هي القاموس الرئيسي أو اللوك اب تيبل العملاق اللي شايل كل الفيكتورز دي جواه. تخيلوا معايا جدول كبير جدا، عدد الصفوف فيه هو عدد كل الكلمات الممكنة في القاموس اللي بنرمز له بV، وعدد الأعمدة هو طول الفيكتور اللي بيمثل كل كلمة وبنرمز له بD. كل صف في الجدول ده هو ببساطة شديدة الامبيدنج فيكتور بتاع كلمة معينة. يعني لو كلمة love الاي دي بتاعها 42، يبقى الامبيدنج بتاعها هو الصف رقم 42 في الجدول ده. والنقطة المهمة قوي هنا إن العملية دي سريعة جدا جدا، إحنا مش بنعمل أي حسابات معقدة عشان نطلع الفيكتور. الموضوع كله عبارة عن عملية لوك اب بسيطة، كأنك بتفتح فهرس كتاب وبتروح للصفحة اللي انت عايزها على طول. السر مش في سرعة العملية، السر في القيم اللي جوه الماتريكس دي نفسها، واللي الموديل بيتعلمها بالكامل أثناء التدريب. ودلوقتي نيجي لأكتر جزء ممتع في الموضوع كله، إزاي شوية أرقام في فيكتور تقدر بجد تعبر عن معنى الكلمات والعلاقات اللي بينها. هنا بقى بيظهر السحر الحقيقي للإمبيدنجز. المبدأ الأساسي بسيط ومذهل في نفس الوقت. الكلمات أو التوكنز اللي معناها قريب من بعض، الامبيدنج فيكتورز بتاعتها بتكون قريبة من بعض في الفضاء الرياضي ده. يعني الفيكتور بتاع كلمة قطة هيكون قريب جدا من الفيكتور بتاع كلمة كلب، لكنه في نفس الوقت هيكون بعيد جدا جدا عن الفيكتور بتاع كلمة طيارة. طب بنقيس القرب والبعد ده ازاي رياضياً؟ أشهر طريقة هي الكوساين سيميلاريتي. من غير ما نتعمق في المعادلة، الفكرة ببساطة إنها مش بتقيس المسافة بين النقطتين، لكنها بتقيس الزاوية بين اتجاهين الفيكتورز. لو الفيكتورز بيشاوروا تقريباً في نفس الاتجاه، الزاوية بينهم بتبقى صغيرة والكوساين سيميلاريتي بيقرب من واحد، وده معناه تشابه كبير. لو متعامدين بيبقى صفر، ولو عكس بعض بيبقى -1. وده بيوضح الفكرة بشكل عملي.
بصوا لما نحسب الكوساين سيميلاريتي بين الامبيدنج بتاع قطة وكلب ممكن نلاقي النتيجة عالية مثلا 0.85، لكن لو حسبناها بين قطة وطيارة النتيجة هتكون منخفضة جدا، يمكن 0.15، وده منطقي لأنهم مش مرتبطين ببعض في المعنى خالص. والأجمل من كل ده إننا ممكن نعمل جبر على المعاني. دي أشهر معادلة في المجال كله. لو جبنا الفيكتور بتاع كلمة ملك وطرحنا منه الفيكتور بتاع رجل وزودنا عليه الفيكتور بتاع امرأة، عارفين الناتج هيكون إيه؟ هيكون فيكتور قريب جدا جدا من الفيكتور بتاع كلمة ملكة. ده معناه إن الإمبيدنجز مش بس بتفهم التشابه، دي بتفهم كمان العلاقات العميقة والمنطقية بين الكلمات. طيب كل الكلام النظري الجميل ده علاقته إيه بالموديلات اللي بنستخدمها كل يوم زي GPT ولاما؟ العلاقة مباشرة وأساسية جدا، لأن طبقة الإمبيدنجز دي هي أول حاجة في الموديل، هي بوابة الدخول لأي نص. الإمبيدنج ماتريكس دي مش حاجة ثابتة وجاهزة. قيم الأرقام اللي جواها دي بيتم تعلمها وتظبيطها طول فترة تدريب الموديل على كميات نصوص مهولة. كل ما الموديل يغلط في توقع كلمة هو بيرجع ويعدل الأرقام دي كلها تعديل بسيط عشان المرة الجاية يبقى توقعه أدق، كأنه بيحسن فهمه للعلاقات بين الكلمات مع كل غلطة بيعملها. طبعاً كل القوة دي ليها تمن، وهو الحجم. الإمبيدنج ماتريكس دي بتكون ضخمة. في موديل متوسط ممكن توصل مساحتها لوحدها لأكتر من 260 ميجا بايت، متخيلين؟ ده مجرد قاموس المعاني بتاع الموديل، وده جزء كبير من حجمه الكلي اللي بيخليه محتاج هاردوير قوي عشان يشتغل. ممتاز جدا. عشان نتأكد إن كل المعلومات دي ثبتت، يلا بينا نلخص الرحلة بتاعتنا كلها في كام نقطة سريعة ومركزة. أولاً، الإمبيدنج هو تمثيل رقمي كثيف للكلمة بيشيل معناها. ثانياً، بنجيبه بعملية لوك اب سريعة جداً من الإمبيدنج ماتريكس. ثالثاً، الكلمات المتشابهة في المعنى بتكون الفيكتورز بتاعتها قريبة من بعض. رابعاً، الموديل بيتعلم القيم دي بنفسه وهو بيتدرب. وأخيراً، هي الأساس لتطبيقات قوية جداً زي البحث بالمعنى وأنظمة ال RAG اللي بنسمع عنها كتير. ونختم بسؤال للتفكير. لو قدرنا نختزل معنى كل الكلمات والعلاقات اللي بينها لمجرد إحداثيات ونقط في فضاء رياضي، ده بيطرح سؤال أعمق. إيه هو المعنى نفسه أصلاً؟ هل هو فعلاً مجرد علاقة بين الأشياء؟ سؤال يستحق نفكر فيه. شكراً لمتابعتكم.